بسم الله الرحمن الرحيم. وقائمة فيتوريا لمنتخب مصر لمباراتين ملاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واللي تقريبا تعتبر من القوائم النادرة اللي الناس تقريبا متفقة على كل الأسماء الموجودة فيها ما عدا اسم واحد بس مزعل بعض الناس شوية. وقبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس، وفعلا لو عاوز تدعمنا اعمل لايك للفيديو، ده يبقى اكبر دعم بتقدمه لينا، وشكرا جزيلا مقدما لكل الناس. ونبدا برضو كالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا فيتوريا احنا لسه بنستكشفه، تحس ان مش فاهمينه قوي، لسه مش شايفين منتخب مصر، لسه ما لحقناش نشوفه، فبالتالي من خلال القوائم بنقدر نعرف لحد ما. فكالعاده هناخد القوائم او القائمه خط خط كده، عشان في بعض اللعيبه محتاجين نتكلم عن بعض الحاجات عنهم كده، وبرضه هقترح بعض الاسماء اللي كان ممكن تكون موجوده او اتمنى ان انا اشوفها مستقبلا مع منتخب مصر. حراسة المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد صبحي، اعتقد لا خلاف على القصه دي، ويبقى محمد الشناوي الحارس الاول والاساسي لمنتخب مصر رغم الاخطاء اللي بيعملها. ويعني خلينا نتكلم بصراحه، احمد الشناوي كان يقدر زمان، بس هو نفسه فرط الفرصه ان تحس انك تثق فيه ان يكون حارس منتخب مصر رغم قدراته الرهيبه جدا جدا. محمد صبحي حارس واعد فعلا بجد وعنده مستقبل كبير، بس الفجوه بينه وبين الشناوي في الخبرات وفي المشاركه لسه، يعني الدنيا بعيده شويه، يعني لسه ما فيش الحارس الموجود اللي ممكن يخلي محمد الشناوي لمجرد بعض الاخطاء انه يقعد. لا، اذا بقى الدنيا ضلمت خالص بقى بالنسبه للشناوي وقتها نتكلم، بس لسه محافظ على مكانه محمد الشناوي. ده اول خط. خط الدفاع احمد حجازي، محمد عبد المنعم، اسامه جلال، وعلي جبر. طبعا حجازي وعبد المنعم لا خلاف ومفيش اي مشكله. اسامه جلال فعلا مدافع مميز حقيقي، مدافع كويس، والخروج بالكوره عنده مميز، حتى مناسب لطريقه فيتوريا ان هو ازاي خروجه بالكوره على الارض او بنلعب كوره على الارض مع فيتوريا، فبرضه يتحس ان دول افضل ثلاثه موجودين في اطار. طبعا الونش لسه عائد من الاصابه، واتوقع بعد كده ان شاء الله يكون موجود. علي جبر دايما هو الاسم اللي فيه خلاف عليه، وانا معاك، بس تبص حواليك فعلا. يعني انا وانا بحضر الحلقات دي بجيب قوائم جميع انديه الدوري المصري وابص فيها كلها، اطلع الاسماء اللي ممكن تكون موجوده، ولا اسم، ما فيش اسماء بعيده، فيش اسم قريب. فبالتالي بتروح لمين؟ للراجل اللي هو كان بيشارك معاك او مع منتخب مصر وكذا، رغم ان انا متحفظ عليه. ولما لعب مع فيتوريا الخروج بالكره عند علي جبر سيء جدا، واحنا بنخرج على الارض، يعني انا فاكر تقريبا ماتش بلجيكا او ماتش تقريبا لعب فيه بعكس طريقه فيتوريا وبيعمل ازمه، بس انت مضطر. كان عندك مثلا حسام عبد المجيد، اعتقد بمستوى الفتره الاخيره صعب ولسه ما ثبتش نفسه، فبالتالي مستواه ده ابعده. اتوقع ممكن في ظروف افضل مع الزمالك يكون موجود بعد كده، بس هتلاقي دول افضل الناس الموجودين وتمام. حجازي مع عبد المنعم الدنيا مظبوطه. نيجي في مركز الباكات، تحس انك هنكت بقى، بتختار اختيارات انت مش مقتنع بيه قوي. يعني مثلا في مركز الباك اليمين محمد هاني، هشام صلاح. اولا مبدئيا مبسوط ان هشام صلاح موجود، بصرف النظر ينفع او لا، بس فكره ان كان مثلا عمر جابر واخد المكان ده حكر، خلاص بقى كفايه، فنجرب وجه جديد تاني تمام جدا. كان مثلا في عمر كمال عبد الواحد، بس طبعا عنده قطع في الغضروف، كنت اتمنى يكون موجود وكنت هقول اسمه، واتمنى يكون يعني ده ممكن يديك الاضافه في المركز ده. غير كده هتلاقي مفيش. في اسم مثلا بيجي في دماغي اللي هو علي فوزي، خد بالك ده من زمان متالق جدا، كبير 31 سنه، بس انا ما هو محمد هاني يعني زي ما يدخل زي ما يخرج من الاخر كده. يعني كان ممكن اشوف علي فوزي، بس برضه بتميل مفيش فوارق كبيره. محمد هاني اصل لاعب منتخبات بيلعب مع الاهلي، ماشي، يعني عارف مش هتفرق كتير، بس يعني بنبسط لما اشوف اسم مختلف عن الاسماء التقليديه اللي حافظه مكانها رغم انها مع انديتها مش بتأدي. كان في مثلا اسم خالد عبد الفتاح مثلا، بس اعتقد بعيد لان هو قدم شكل دفاعي مميز سواء في مركز الباك يمين او حتى اكتر في قلب الدفاع. وطريقه فيتوريا عاوزه باكات هو بيهاجم، طريقته هجوميه، فاعتقد مش ماشيه معاه انه يكون مثلا في مركز الباك، ربما مستقبلا وارد، بس يعني اعتقد الموجود في المتاح ماشي خلاص. هشام صلاح ومحمد هاني. في مركز الباك الشمال محمد حمدي واحمد فتوح، برضه هم الافضل وتقريبا لا يوجد حد غيرهم. في مثلا محمد شكري لاعب مميز بس لسه عاوز زقه شويه، ربما لو راح مثلا انضم الاهلي فعلا رجع زي ما بعض الكلام بيتقال وياخد فرصه شويه مع كبر سن معلول يظهر ربما. بس اتمنى اسم مروان داوود باك شمال انبي
فيتوريا يبص عليه لقدام. هو طبعا لسه راجع من الاصابه، وشفنا عمل ماتش مميز قدام الزمالك، وقبل كده طبعا كان مميز جدا قبل الرباط الصليبي ما يجي له. يعني اتمنى لقدام، يعني المستقبل كان بص على الاسم ده عشان محتاجين تنوع، بالاخص مثلا محمد حمدي مميز مع بيراميدز بس سنين طويله ما اضافش لمنتخب مصر، واحمد فتوح تحسه مميز وفي مكانه وبيطمنا بس مزاجي شويه، فاتمنى نبص على اسم مروان داوود. خط الوسط طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، هتلاقي برضو لا خلاف. عشان كده هتلاقي الناس كلها غالبا متفقه ان مش شايفين حد بره، مفيش حد تاني. يعني عندك مثلا غالبا بيلعب 4-3-3، هتلاقي طارق حامد مثلا في مركز رقم 6، قدامه محمود حماده اللي هو ظاهر بيلعب بشكل مميز ومقتنع بيه جدا، وامام عاشور اعتقد تبقى اقرب للتركيبه دي. في عندك مروان عطيه طبعا يستحق الانضمام بعد المستوى المميز اللي قدمه مع الاهلي، بس هنا تبقى النقطه بقى ايه، هو هيلعب مروان عطيه 8 ولا 6؟ طب حمدي فتحي الفترات الاخيره كلها مع الاهلي مع كولر بيلعب رقم 8، طب هيلعب رقم 6 ولا ياخد رقم 8؟ وفيتوريا بيحب رقم 8، واتكلمنا فيه قبل كده ان يكون لعيبه كوره، هو اصلا هتبني لعب على الارض من عند رقم 8 ده، وبيهاجموا يعني ليهم اضافه كبيره جدا مميزه. فهنشوف بقى مروان عطيه حمدي فتحي رؤيتهم ايه، هل مروان عطيه ياخد رقم 6 ورقم 8؟ هو لعب الاثنين مع الاهلي، بس انا في اسم كنت اتمنى اشوفه، محمد رضا بوبو، لاعب مميز مع فيوتشر، وسط ملعب هجومي بيتحول كصانع العاب، حلو جدا في طريقه فيتوريا، وراجل بيهاجم يعني عارف بعد مختلف. ما انت ممكن تبص تقول ايه، طارق حامد دفاعي، محمود حماده مميز بس برضه انا قلت لعبه في المنتخب يعني ايه، اغلب تمريراته على القصير كده، مش اللاعب المقتحم زي امام عاشور. مروان عطيه بشوف رقم 6 افضل برضه بقدرات هجوميه مش عاليه لدرجه رقم 8، وحمدي فتحي دفاعي. عاوزين تنوع في الحته دي. في مثلا قفشه طبيعي ما يكونش موجود بالمستوى اللي بيقدمه، فاتمنى اشوف محمد رضا بوبو بعد مختلف لقدام، عشان احنا عندنا ازمه في المكان ده. تبص على الاسماء الموجوده تحس انها اقل من بقيه الاسماء في المراكز الثانيه. مركز الاجنحه احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، محمد صلاح، ولا خلاف ولا حتى في اقتراح واحد اضافي على هذه الاسماء. الاسمين اللي ممكن حد يقولهم مثلا او ايه يعني ايه بيدوروا في النقطه دي، احمد الشيخ مثلا لاعب غزل المحله، وطاهر محمد طاهر. احمد الشيخ صعبه شويه، ما كلام بصراحه يعني. طاهر محمد طاهر لا، يعني راجل بيأدي نواحي بدنيه عاليه جدا، بس الكره عنده قليله فيها مشكله، فبالتالي خلاص يعني. والمشكله ودي مشكله ان ما حدش حتى قريب، يعني تمام يبقى عندك ناس اساسيه بس ايه، في مثلا ايه 3-4 اسماء كده من بعيد اللي هم ايه ممكن يخشوا، او لو حد اتصاب فممكن اضمهم. للاسف مفيش بعدهم خالص. طب لو فقدنا حد الاصابه او حاجه، او بعد كده واحد مستواه ينزل فعايزين واحد تاني، عندنا مشكله في الانتاج، في انتاج اللعيبه في الدوري المصري. خط الهجوم مصطفى محمد، احمد حسن كوكا، ومحمود كهربا. هنا انضمام كهربا هو يعني حاجه مختلفه، لانه تقريبا من 3 سنين لم ينضم، وكهربا عامل حاله ايجابيه في الاهلي وفي المقابل في ناس من الزملكاويه زعلانين بانضمام كهربا. طبعا موقف الزمالك مع كهربا وقصته كل واحد حقه يدور على حقه، ده ما فيش مشكله، بس البعض قال ايه يعني راجل عنده ازمه ان هو مشكلته ان هو هيتوقف في مصر، يعني مشكله مع الزمالك والهتاف اللي قاله بعد المباراه وكذا وكذا زي انضم. لا، مفيش حتى هذه اللحظه عقوبه. يعني فيتوري قاعد ايه، قال لك والله الراجل ده كهربا ده انا عاجبني عاوز اضمه، عنده مشكله، لا لم يصدر حتى هذه اللحظه ايقاف خالص في اي حاجه اصلا. وما اعتقدش الايقاف بيكون متعلق بمنتخب مصر، يعني تقريبا اعتقد كده يعني. فهو كهربا فيتوريا ملوش دعوه، شاف راجل مميز حب يضمه، وكهربا يستحق الانضمام بنسبه 100%. كهربا مقدم حاله، وكانت مفاجاه انا بالنسبه لي شخصيا انه بعد الايقاف وبعد كل هذه المشاكل انا توقعت انه هيبقى عنده ازمه الصراحه، مفاجاه كبيره انه يرجع بهذا النجاح الموجود فيه. وكهربا عنده ميزه رهيبه وهي اللي فيتوريا ضمه عشانها واتكلم عنها في المؤتمر الصحفي، تحركات كهربا. انا في ماتش الاهلي والقطن كنت هعمل فقره، بس لقيت ان فريق القطن ضعيف شويه، فايه حسيت انها مش هيبقى لازمه او ممكن ما تبقاش معبره عن تحركات كهربا. وفي الهدف اللي هو اللي كان بيرسي تاو عملها له، تحركه ازاي لقدام فسحب المدافع عن المدافع، فضل مساحه حطها عبد القادر بينال لبيرسي تاو، طول الوقت بيتحرك. وتاكد خدها قاعده، اي لاعب كره قدم بيتحرك طول الوقت صح، يا هيبقى مفيد ليه
يا لزميله، تاكد كده. وكهربا طول الوقت بيتحرك مش ثابت في مكانه. انا هتحرك في مكان، يا ما حدش هيجي يراقبني فانا اخد مساحه فاضيه، يا حد هيجي يراقبني فابقى انا سحبت واحد من مكانه فضيت لزميلي، فتخيل واحد بقى طول الوقت بيتحرك بالشكل ده، مميزه. فاعتقد احنا محتاجين كمان يعني نوعيه لاعب زي كهربا، اتمنى يستمر وينضبط والمشكله تتحل والزمالك ياخد حقه وكهربا يعني كل واحد ياخد حقه بالحق عادي وبالقانون، بس يكون موجود يعني. النقطه بقى ان كهربا مهاجم ولا جناح؟ كهربا اصلا جناح طول عمره، بس برز مع الاهلي هذا الموسم وفيتوريا شافه وهو مهاجم. اعتقد وجهه نظري هيكون مهاجم مش هيكون جناح، لان اولا فيتوريا مش زي كيروشكا فكره انه عاوز جناح وبيضم لجوه كمهاجم، لا هو بيلعب لعب على الارض بناء وسط الملعب بيكمل والاجنحه موجوده يمين شمال، فهيلعب اعتقد يعني الشكل التقليدي، فيكون كهربا مهاجم. وطبعا هيكون بديل لان اكيد مصطفى محمد مكلبش وماسك مكانه في المنطقه دي، فيكون اضافه ممكن برضو نشوفه كبديل، بالاخص ان بعد مصطفى محمد لا يوجد، مع كامل احترامي لاحمد حسن كوكا. لماذا ينضم احمد حسن كوكا؟ في اسم محمد شريف، لا مش محمد شريف، مستواه بعيد وما ينضمش. احمد ياسر ريان. يعني مش عارف، يعني هل عندك شك ان احمد ياسر ريان لو اخدته حدفته في قلب المنتخب كده وسبته شويه مش هيبقى افد من احمد حسن كوكا؟ مع كامل تقدير واحترامي ليه، احمد حسن كوكا كسر ال 30 سنه، يعني مش اللاعب اللي لسه هيجي طب يلا نخبط نزق طب يتعلم عشان يفيدنا كمان كام سنه قدام، خلاص خد كتير وما قدمش. حتى لو احمد ياسر ريان ما قدمش يا راجل حطه على امل ان في 1% يقدم. ان احمد حسن كوكا فقدنا هذا ال 1%، يعني يا جماعه كسر ال 30 سنه. وحتى ما بقولش ان احمد حسن كوكا والله ده بيجي عندنا منتخب كمحطه في فدنا، والله ده خبرته ده قوه بدنيه ولا اضافه، يعني ما اعرفش بره متالق يمكن مشكلته ما اعرفش، يعني انا بقى بس بتكلم قدام الواقع قدامي ان في مشكله هنا في مشكله موجوده. بقى انضمامه متكرر الصراحه واسمه تقليدي وبتحس ان ايه بنحطه وعارفين ان هو مش حاطين يعني امل عليه كبير. اتمنى اشوف احمد ياسر ريان لان احنا ما عندناش تنوع، لولا مصطفى محمد طلع لنا احنا كنا هنبقى ملط هجوميا، كنا هنبقى ملط سوري في مركز الهجوم يعني حقيقي. فاتمنى ان هو اشوفه بعد كده، واتمنى برضه اشوف تنوع في المكان ده لان عندنا ازمه يعني كويس ان في كهربا، بس هل كهربا مع المنتخب برضه اللعب مع المنتخب خد بالك مختلف شويه عن اللعب مع الانديه وعلى المستوى الافريقي الانديه الافريقيه او الدوري المصري. اتمنى نشوف. ففي الختام خلاصه تشوف ان عندنا منتخب والله في اسماء قويه حلو تقيله ما عدا 3 مراكز. وسط الملعب ما عندناش ناس تقيله خالص، ما عندناش ناس قائده. طبعا كان في اسم السوليه برضو راجل بعيد خالص طول وقت الاصابه وهذا الموسم مستواه سيء جدا وبرضو كسر ال 30. ما عندناش مين اللي هيقودني. الامل في امام عاشور وما زال صغير برضو واحد بس، عاوز ناس تانية موجوده. وفي مركز الباك اليمين والباك الشمال ازمه. يعني تبص لبقيه مراكز خط الدفاع حجازي عبد المنعم اسامه جاي الونش حلو على فكره، الاجنحه زيزو مصطفى فتحي مرموش عبد القادر محمد صلاح تسجيل حلو جدا، مصطفى محمد مع كهربا مع ياسر ريان مستقبلا هنقول ماشي تعدي. بس وسط الملعب والباكين الصراحه تحس ان هم تعمل لك ازمه ما ادكش امل لقدام قوي. فاتمنى تتظبط ومش هنقدر نقول ولا كلمه غير لما نشوف المنتخب مع فيتوريا عشان نقدر حتى نرسم خريطه لقدام كده احنا ممكن نكون فين معانا. اتمنى نقدم شخصيه هجوميه وشخصيه مميزه. كده الحلقه خلصت. في الاخر السؤال كالعاده، وجهه نظرك ايه الاسم اللي انضم وكان لا يستحق الانضمام، وايه الاسم اللي من بره شايف وجهه نظرك كان لازم ينضم؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.